السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو النهاردة يعجبكم جدا جدا إن شاء الله. لكل مربين ومربيات الطيور بنحب نقول لكم على الأسرار بتاعتنا، أسرار تربية الحمام وأسرار تربية الطيور عندنا، إزاي أحجام الزغاليل بتبقى كبيرة، وإزاي إن الحمام بيلحم العش في العش. بسم الله ما شاء الله. الفيديو السابق قدمت لكم مكون مفيد جدا جدا لكل مربين ومربيات الطيور، للحمام اللي هو يعني بيقطع بيض والطيور كذلك. لو بتربوا فراخ او بتربوا رومي بط اي حاجة بتقطع بيض عندكم، او عندكم ظاهرة الافتراس لا قدر الله، او الحمام عندكم بقاله فترة مش بيبيض، طبعا هتقدموا المنتج اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو السابق. واللي ما شافش الفيديو يرجع له، فيديو جميل جدا ومفيد. انا قلت اول حاجة اعملها ان انا اطلع ابص على الفراخ. بصيت عليها بصة كده طبعا، بس مش هدخل يعني ده من بره. وبعدين ندخل عند الحمام. الفراخ دي يا جماعة كعرض كده، ممكن يعني نشوفها ممكن ما نشوفهاش تاني. هي موجودة عندنا عرض كده للي عايز منها، واللي عايز من الفراخ دي فراخ براهمة وفراخ قطن سلك. الفراخ البراهمة طبعا بتبقى احجامها كبيرة جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. الفرخة ممكن توصل ل6 و8 كيلو بعد 6 شهور، بتاكل من اكل البيت مع كلفة الحمام. وكذلك الديك ممكن يوصل ل8 و10 كيلو. هنروح بقى عند الحمام وهنقول لكم النهاردة سر خطير جدا في تربية الحمام، اللي بيخلي الحمام عندنا والزغاليل احجامه بتبقى كبيرة بسم الله ما شاء الله، وصدره عريض كده زي ما انتم شايفين. عندنا بسم الله ما شاء الله كلفة ممتازة جدا جدا بنقدمها للحمام، وبنجيبها بسعر يعني سعر جميل. طبعا انا لما باجي اجيب كلفة من عندنا من المكان اللي احنا فيه، بنجيب الكلفة ب22 وب24 وما فيهاش مكونات ولا يعني سعرها غالي، والمكونات اللي فيها متستاهلش السعر ده. في حين ان في اماكن تانية بتبيعها اقل من كده، بس احنا عندنا بنجيبها من 22 ل24 وساعات بتوصل ل25، وما فيهاش مكونات. تمام. تعالوا نشوف كده الانتاج عندنا. بسم الله ما شاء الله. انا بوريكم اهو، بنشوف حاجه خرجت ولا لا. بسم الله ما شاء الله. قولوا اللهم بارك يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده حمام باكستاني حنين جدا جدا، لما نفرخ منه كتير ان شاء الله هنبتدي ان احنا نخرج، لان في ناس سالونا عليه وكانوا عايزين يشتروا منه. حاليا احنا ما عندناش الا جوزين 2 بس، جوز هيبيض، وجوز التاني اللي بينتج قدامكم ده اللي بايض قدامكم. دي الحمامه دي باضت 3 بيضات اللهم بارك. هي كانت بايضه 4 بس في واحده باضتها بره القفص. هنبتدي بقى ان احنا نشوف البيضتين اللي تحتيها دول بسم الله ما شاء الله، نشوف فيها جنين ولا لا. شفت البيض اللي هي راقده عليه، لقيت 2 فيهم جنين والتالتة ما فيهاش، لان هي اول مره تبيض فمش شاطره شويه، فبتخرج بيضه من تحتيها كده، والبيضه بتبرد شويه. فلقينا الحمد لله الاتنين فيهم جنين، اللهم لك الحمد والشكر. والتالتة بقى ما فيهاش حاجه، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. دي كانت اول انتاج عندنا، بس بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. انتجت 4 بيضات، بيضه جنب القفص والثلاث بيضات بيضتهم. انا قلت لكم الكلام ده في الفيديو السابق، بس انا المره دي حبيت ان انا اشوف فيها جنين ولا لا. خليكم معانا عشان نشوف الكلفه اللي بنقدمها للحمام وشكلها عامل ازاي. تمام. واللي عايز من الكلفه دي تتواصل معانا. دي كلفه الشتاء، الحمام بياكل منها بسم الله ما شاء الله، بيفضل شبعان، وجبه واحده بيفضل شبعان طول النهار بسم الله ما شاء الله. بتخلي احجام الزغاليل ممتازه ممتازه. دول كانوا لاحمين العش في العش اللي عدوا دولت، وانا خدت منهم عيالهم وكلناهم. ودول بسم الله ما شاء الله باضت البيضه التانية اهي. هي الفيديو السابق كنت مصوره بيضه واحده، باضت تاني بيضه. انا بتابع معاكم الحمام وبنحب نبص عليه كده ونشوف الدنيا فيها ايه. ودي لسه ما خرجتش، واللي تحت لسه برضو. اللهم بارك يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من رأى شيئا فيعجبه فليبرك عليه، يعني يقول اللهم بارك، لان العين حق، لازم نشوف اي حاجة نقول عليها اللهم بارك.
بسم الله ما شاء الله. دي البيضة اللي طلعت رايقة تحت الحمامة اللي هي راقدة على 3 بيضات. بسم الله ما شاء الله. ده بفضل المنتج اللي موجود في الفيديو السابق، ارجعوا له واتفرجوا على الفيديو، هتستفادوا كتير. واللي عايز المنتج ان شاء الله يتواصل معانا، هسيب لكم الرقم وتتواصلوا معانا. واللي عايز المنتج فيه توصيل لجميع المحافظات. وطبعا في ناس خدت مننا الحمد لله واستخدمته، واحنا استخدمناه، والنتيجة زي ما انتوا شايفين كده، كل الحمام عندنا بايض. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هما الحمام جعان بقى، هنقدم له الكلفة دلوقتي، هوريكم شكلها. دي كلفة الشتاء، تنفع شتاء وصيف واي حاجة، كلها حبوب كبيرة وسعرها ممتاز 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 فوق الممتاز كمان. بتخلي الحمام صدره عريض، وبتخلي الزغاليل عاملة زي البط الصغير كده، اللهم بارك. وكمان بتزود عندكم الانتاج. اهو شايفين الكلفة وجمالها، مليانة قرطم وبسلة انواع، وذرة حمراء وذرة صفراء، وتقريبا حمص وقمح، فيها كل حاجة كل حاجة. بسم الله ما شاء الله. شايفين الالوان والشكل عامل ازاي، وفول، شايفين الفول عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، كلها حبوب كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا لما بنجيب الكلفة من بره ما بقاش كلها حبوب كبيرة كده، بتبقى معظمها حبوب صغيرة. اهو الحمام جعان. اهم حاجة علشان احجام الزغاليل والحمام تبقى ممتازة، تقدموا الاكل على جوع يا جماعة. الحمام يكون جعان والزغاليل تكون جعانة، وتقدموا الكلفة، تقدموا الكلفة للحمام وياكل منها ويشبع ويشبع الفروخ بتاعته او الزغاليل. تمام. قول اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. انتوا شفتوا الكلفة شكلها عامل ازاي. اللي عايزة يتواصل معانا ان شاء الله، وهسيب لكم الرقم دلوقتي على الشاشة. سعرها ممتاز جدا جدا، وطبعا احنا بنجيبها على طول بنقدمها للحمام. بتخلي الزغاليل منفوخة كده وحجمها كبير، حاجة كده محترمة يعني، حاجة تملى العين. لو بتبيعوا زغاليلكم بسعر رخيص، بعد كده هتبيعوها بسعر غالي، عشان الكلفة ديت بتخلي الزغاليل حجمها حلو جدا جدا، وبتخليها تقيلة يعني، بتتقل الزغاليل. طبعا الفول معروف، وكل المكونات اللي فيها معروفة ان هي بتزود وزن الزغاليل. بسم الله ما شاء الله. وطبعا القرطم ده بيخلي الحمام ما يقطعش بيض ابدا، وبيساعده في فترة القلش. والذرة الحمراء والذرة الصفراء اللي موجودة فيها بتساعد على القلش، لان فيها زيوت طيارة بتساعد ان الحمام يكتمل الريش بتاعه. معظم الحمام عندي الحمد لله قفل الريش، يعني في حاجات بسيطة لسه بتقلش، بس الحمد لله معظمه خلص، يعني خلص رمي ريش الحمد لله. الا بعض الحمام بسيط جدا، هتلاقوا ريش بسيط كده في الأوضة. هي دي الفترة دي معروفة فترة القلش، والحمد لله كله باض ما عدا حاجات بسيطة جدا. الانتاج اللهم بارك عالي جدا الشهر ده بسبب الكلفة اللي احنا قدمناها للحمام. اللهم بارك. ده موسم الخير والانتاج، موسم الشتاء ان شاء الله داخل علينا، وربنا يرزقنا جميعا من حيث لا نحتسب. وطبعا اهم حاجة المية النظيفة والكلفة النظيفة. تمام. والنظافة تحت الحمام، لازم المكان يكون نظيف على طول، اقل حاجة كل 3 ايام مرة اقل حاجة. طبعا الريش ده بيسبب امراض تنفسية في موسم القلش، فلازم نحافظ على الحمام بالنظافة والتطهير. كل 3 ايام طهروا بكلور، طهروا بخل بالموجود عندكم. تمام. هتحطوا شوية كلور في المية، وتبتدوا ان انتوا ترشوا الأوضة، وتكون ايديكم واطية لتحت كده، بحيث ان هو ما يتعبش تنفس الحمام. تمام. حاجة بسيطة كده، وترشوا الأوضة كلها، يكون بالنهار في عز الشمس كده علشان ينشف على طول وما يتعبش نفس الحمام. وطبعا الرش ده قبل الشتاء، هجيب لكم منتج ان شاء الله بنرش منه حلو جدا جدا، ومش بيسبب اي حساسية للحمام ولا اي تسممات. ان شاء الله في فيديو جاي هوريهولكم، هنرش منه قبل الشتاء علشان الحشرات، وعلشان طبعا احنا بنبقى مقفلين على الحمام في الشتاء، فالأوضة بتبقى مكتمة، وطبعا تجنبا لأي حاجة
بنعقم وبنرش على طول، بننضف. تمام. الفيديو النهاردة مفيد جدا جدا لكل المربيين، واي حد بيربي طيور هيقدم المنتج اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو السابق دوت. بسم الله ما شاء الله الانتاج هيزيد. وطبعا لو بتحبوا تقدموا كلفة للطيور من ديت، هي سعرها اقل من سعر العلف يعني. لو بتحبوا تقدموها هاتوها وقدموها للطيور عندكم، بتزود حجم الطيور، خاصة البط والفراخ، البط والوز والفراخ. وانا كان عندي برضو ارانب من فترة كنت بقدمها للارانب. اللي متابعني وعارف ان انا كنت بربي ارانب زمان، كنت بحطها للارانب، كانت بتخلي اوزانهم جميلة وكانوا بيكبروا بسرعة. طبعا قبل ما انزل بقى احط لهم اكل عشان ياكلوا، انا قلت لكم اللي عايز من الفراخ دي تتواصل معانا، الرقم هسيبه لكم داخل الفيديو. دولت بياكلوا من اكل البيت عادي جدا، وبحط لهم وجبة كلفة حمام زي ما انتوا شايفين كده. هي سعرها اقل من سعر العلف، وممتازة جدا جدا في زيادة وزن الطيور. بسم الله ما شاء الله. كل ما تأكلوا الطيور ناشف كل ما يبان عليها، يعني الاكل يكون ناشف مش طري بيبان عليها. تمام. وربنا يرزقكم جميعا من حيث لا تحتسبوا، ويوسع ارزاقكم ويبارك لكم في رزقكم. واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.